السلام عليكم يا شباب. مقطع النهارده عن مجموعة أنا باشوفها من أكتر المجموعات المظلومة حاليًا، اللي هي مجموعة البيستيال مع السنتريون. في المقطع اللي أنا عملته عن تقييم المجموعات قلت المجموعة دي تستحق أكتر من تير 3 وأنا وقتها حطيتها تير 2، وعايز أقول لك إنها كمان ممكن تتحط تير 1 على فكرة، لأن بصراحة أنا جربت المجموعة دي كتير فشايف إنها قوية جدًا. يعني مثلًا في الرانك قدرت أصعد بيها بسرعة وهزمت كل مجموعات التير، ولكن خد بالك من طريقة لعبك للمجموعة بغض النظر عن الشكل اللي هتلعب بيه. أهم حاجة بطريقه لعبك للمجموعه. فعموما عشان ما اطولش عليك كتير خليني اوريك المجموعه كده على السريع، بعد كده اوريك مبارزه الديبوت عشان اوريك الكومبو اللي انا بعتمد عليه، وعلى طول بعدها نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب ده شكل المجموعه اللي انا بلعب بيه. تقدر تلعب بنسختين من الوحش ده، تقدر تزود نيبيرو، يعني بص ظبط المجموعه زي ما انت حابب. زي ما قلت لك بالظبط، هو الشكل المجموعه مش هيفرق كتير، هو اللي هيفرق معاك طريقة لعبك للمجموعة. وبرده وحش زي ده لو مش عندك ممكن تشيله، مش مهم قوي مع المجموعة، هو بيفيد في اوقات كتير، ولكن لو مش عندك مش لازم تروح تجيبه يعني. طيب يلا بينا على طول اوريك مبارزة على السريع كده للديبوت، واوريك الكومبو اللي انا بعتمد عليه، بعد كده نروح نشوف مبارزات في الرانك بالمجموعة. طيب خلينا نفترض اني بادئ اول، هفعل الجزء الاول بس من المهارة. هو طالما معاك تفعل المهارة فهتقدر تعمل فول كومبو للمجموعة، وهقول لك ايه الغرض من الكومبو اللي انا بعمله. هضيف الوحش ده هنا، طبعا في ايدي البليزنج فاوكي، هفعل قدرة وحشي واضيف الوحش ده لايدي لان خلاص في ايدي ده. لو مش ده في ايدك يفضل انك تضيفه. اوكي سبيشال سامن. بعد كده استدعي البيستيال، طبعا هفعل قدرته على طول. بعد كده فعل قدرة وحش من المقبرة او استدعيه من المقبرة. اوكي بحط تراب التدمير. بعد كده بضيف او بجيب سينكرو 12 عشان اضيف الفيلد لو هو مش في ايدك. طبعا انا الوحش ده برضه في ايدي، انا مش محتاجه في ايدي لاني بستخدم الفيلد عشان اجيبه. لو في ايدك الفيلد تقدر بقى تجيب التراب بتاع المجموعه. اوكي هستخدم الفيلد ترمي اي حاجه، بس لو في ايدك ده ممكن يفضل انك ترميه. بعد كده المفروض بجيب وحش الليفل 4 اللي هو اصلا في ايدي، المفروض بجيبه هو. بفعل قدرة وحش من المقبرة وابعت ده لو عايز تضيفها في الاند فيس، او مثلا هتحط اوراق خلفية او ورقة خلفية يعني، ولما تيجي تستلم الدور في الاند فيس اللي جاي تحط وحش او ورقة البراندد في الملعب، يعني على حسب. انا هنا ما عنديش اوراق خلفية فهضيفها في الاند فيس. اوكي هو المفروض انا بجيب الوحش ده، بعد كده بستدعيه وبعد كده برجعه تاني في الخانة الخلفية عشان اجيب مكانه السنتريون ده وافعل قدرته واضيف ليفل 8. انا في هنا حركه كنت ممكن اعملها واسرش على التراب بدل كل ده، بس خلينا نعتبر ان الوحش ده يعني مش في ايدي. بعد كده بستدعي الوحش ده. اوكي مكان الوحش ده هيكون عندك في السبيل والتراب زون. اوكي سينكرو 12 بجيب الكريمزون، وطبعا باستخدام الكريمزون المفروض بضيف الورقه دي اللي هي اصلا برضو طالعه لي في ايدي. اوكي ارجع الوحش لايدي، مهمه الحركه دي لان وحش دراجون هتستخدمه بعد كده في دور خصمك، هوريك في ايه. اوكي شوتنج ستار او كوايزر دراجون. بعد كده اخر حاجه هعملها هفعل قدره الورقه بتاعتي واجيب الوحش ده للملعب وهسيبه. طبعا في طريقه بتقدر تجيب كريمزون تاني وفي دور خصمك تجيب اللي هو تريد دراجون، بس الطريقه دي بالنسبه لي هي الافضل. هتقول لي ليه؟ هقول لك دلوقتي. خليني انهي دوري، هفعل قدرات وحوشي هنا على حسب، يا اما تضيف الوحش ده يا اما تضيف الالبيز لو حابب تجيب ميرور جيد في دور خصمك. فخليني اضيف الالبيز عشان اوريك الحركه دي. طبعا ممكن ما تجيبش ميرور جيد، ممكن تضيف الوحش التاني البيستيال وتجيب في دور خصمك الوحش اللي بيعمل 2 تدمير. اوكي هفعل قدره الوحش ده برضو، وهفعل قدره التراب الكونتينيو تراب. هجيب الكونتينيو سبيل للملعب، وهجيب الوحش ده برضو للملعب. طيب هنا استلمت دور، عندي نيجيت وعندي سامن طبعا باستخدام الورقه دي، وعندي فيوجن. بص هنا الفيوجن تقدر تجيب البيز او الوحش ده، طبعا تقدر تجيب ميرور جيد او الوحش اللي بيعمل 2 تدمير. هنا ميرور جيد اقدر اجيبه في حاله ان عندي البيز في ايدي فهجيبه ميرور جيد مثلا لو عايز تجيبه، واقدر افعل قدرته واعمل بانش في الوقت اللي انت تحبه. بعد ما هتستخدم قدرة الميرور جيد
تقدر مثلًا تستدعي الوحش ده للملعب، بعد كده تفعّل قدرته وقدرة الفيلد، أوكي، وتجيب الhot red dragon أو تجيب الوحش ده عنده تدمير على فكرة، فخلّينا نجيب الhot red dragon. كده جِبنا وحشين quick effect في دور خصمي. crimson طبعًا أسرِّش على الtrap ممكن، خلاص الفيلد ده أنا مش محتاجه، باضيفه عشان لو طلع لي في البداية، باضيف نسختين منه، ممكن تضيف 3 عشان لو طلع لك في البداية تقدر مثلًا تسرِّش على الtrap. hot red dragon، طب هل خلاص كده؟ لأ، يعني مثلًا لو في إيدك وحش bestial أو لو جِبت وحش bestial من المقبرة للملعب عن طريق الcontinuous bill، أو استدعيت الوحش من إيدك، وحش bestial من إيدك، فهيبقى لسه عندك تدمير. وطبعًا هي أصلًا من مميزات المجموعة إنك بتجيب وحشين مش في نفس الوقت في دور خصمك، وده بيخلّيك برضه لو بلّعك أي hand breaker زي مثلًا forbidden droplet أو dark ruler على الوحش ده، فأنت لسه عندك إنك تجيب 2 وحشين كمان quick effect، سواء البانش أو 2 تدمير، ده غير الhot red dragon، ده غير إن بيبقى عندك تدمير، بالإضافة إنك لو استخدمت التراب عشان تدمر ورقة وضحيت بالوحش ده، هيبقى عندك تدمير وتبعت وحش سبيشال summon من ملعب خصمك للمقبرة. طيب المبارزة دي بالعب ضد مجموعة البراندد. بدأت أول هاند كويس في إيدي في إيدي نيبيرو، ممكن تضيف منه 3 نسخ عادي في المجموعة. زي ما قلت لك، ميزة المجموعة إنك لو فعلت المهارة هتقدر تعمل الفول كومبو بتاعك. أوكي، سنتريون هاضيف لإيدي التراب لإن في إيدي الفيلد المرة دي، هالعب الفيلد. أوكي، هابعت الوحش ده، هاجيب وحش للملعب، هافعّل قدرته وأجيب الوحش ده بحيث أعمل search على level 8، هاستدعي level 8 وأعمل synchro 12 بحيث أجيب الكوايزر. بقى عندك negate في الملعب، negate لأي حاجة، فوحش كويس جدًا. أوكي، ضِفت ورقة السynchro، بعد كده هافعّلها. في الend phase ضِفت الbestial، طبعًا كنت أقدر أجيب البيز، بس قُلت أضيف الbestial هيفيدني في كذا حاجة يعني، وحطيت هنا ورقة مقلوبة ونهيت دوري. طبعًا الcontinuous bill اللي بعتّه للمقبرة هاقدر أجيبه عادي في أي وقت باستخدام القدرة التانية بتاعة الcontinue trap. طبعًا هيقعد يفعّل في مهاراته للصبح. جاب وحش، بنِّش لي وحش من المقبرة blazing، بيستدعي كل حاجة حرفيًا. أنا هنا سايبه خالص بحيث لمّا يعمل حاجة مهمة أقدر أحاول أبوّظها له يعني. فعّلت كل حاجة، كل حاجة. هو هنا كان حَب يعمل شين ويعمل fusion قبل ما أدمّر له الوحش، فعملت negate. ضاف الbranded fusion، حظه كان كويس جدًا على فكرة، بس عادي، ما علينا. fusion كمان جاب الrebellion، بعد كده هيجيب الmirror jade. لأ، ما جابش الmirror jade هنا، هيدمّر ورقتين. أوكي، عملت fusion chain fusion، جِبت نفس الوحش. أوكي، هادمّر أنا الوحشين عنده، هيرجّع blaze أو البيز يعني. أنا كل ده في إيدي نيبيرو على فكرة، يعني تقريبًا مش هاستخدم نيبيرو هنا في المبارزة دي، في مبارزة تانية هاستخدم نيبيرو، بس هو تقريبًا مش فاكر، خلينا نشوف. مش عارف المبارزة دي هتطوّل والّا لأ. أوكي، جِبت الوحش ده، طبعًا ألبيون رجع، هادمّره. synchro 12 crimson، طبعًا الوحش هيرجع بقدرته لكن هيستدعي الbestial عادي جدًا، ما عنديش برضه يعني ملعبي كويس جدًا، والمجموعة زي ما قُلت لك يعني أنا باحسّها قوية جدًا يعني، مش أضعف حتى من الbranded، ممكن تقول عليها في قوة الbranded. فعّل قدرة وحشه، فكانت فرصة بصراحة إني أبنِّش الملعب. هو مش هاقدر أنهي المبارزة، ولكن الملعب عندي كويس، الملعب عندي كويس جدًا، عندي تدمير، عندي بانِش للملعب كلّه بدون استهداف. فأوكي، عندي لسه أصلًا نيبيرو كان مطمّني يعني، اللي هو لو الموضوع اتزنّق معايا أوي هافعّل نيبيرو branded lost. أوكي، هنا هاجيب الchaos angle وأبنِّش branded lost.
تقدر تجيب سينكروهات في دور خصمك ودي ميزة تخلّيك تجدد الملعب بتاعك أصلًا يعني. أوكي، يعني يُشكر أوي على الحركة دي، خلّيني أرجّع كوايزر باستخدام الcontinuous spell وأسحب ورقة كمان. بُص الهاند عامل إزاي. اللي هو أنا لو استلمت دور هاعمل منّه بطاطس حرفيًا. ما بافضّلش بصراحة الورقة دي مع الbranded، مجموعة الbranded يعني، ما بافضّلهاش أوي يعني. شين ولكن هادمّرها عشان ألغي القدرة بتاعتها. هو ملعبه فاضي عمومًا، بس كنت بالعب على أساس في إيده وحش bestial مثلًا. كريمزون هاجيب الكوايزر بسبب الحركة الجميلة اللي هو عملها لمّا بنّشه وخلّاني أرجّعه. فخلّاني أجيب another كوايزر. شكرًا ليك يا كابتن بصراحة. فكده خلاص، هو طلع مش في إيده حاجة عمومًا، ولو كان في إيده كده عندي نيجيت. طيب المبارزة دي بالعب ضد الinfinity tier 3 حاليًا، برضه في مقطع تقييم المجموعات. قُلت هي المجموعة قوية بس أنا شايفها ما تستحقش أوي tier 3 في الميتا الحالية، لإن كل حاجة بتكونترها حرفيًا. أوكي، جِبت كالعادة نفس الكومبو. أنا بافضّل طبعًا في كذا كومبو للمجموعة، وفي كذا بداية. في بداية بتبدأ بوحشين quick effect، وتقدر تعمل مثلًا fusion. لأ مش هتقدر تعمل fusion في دور خصمك، أو في حالات معيّنة هتقدر على حسب حظك في السحب. لكن أنا طالما المجموعة بتسمح لي إني أعمل استدعاءات في دور خصمي، يبقى الأفضل إني أعمل الاستدعاءات دي في دور خصمي. يبقى عندي وحش زي الكويزر في الملعب، أخلّيه يضرب عليه أي حاجة، بعد كده أفعّل أو أعمل استدعاءاتي. أوكي، دايمًا الحركة دي بتبقى قوية جدًا في ألعاب يوجي، إنك تلعب في دور خصمك. هتلاقي مجموعات كتير بتعمل كده، وهتلاقيها دايمًا من أقوى المجموعات اللي في ألعاب يوجي هي اللي بتعمل استدعاءات كتير في دور خصمك، لإن أنت بتعوّض ملعبك يعني. أوكي، طبعًا جِبت الوحش ده تقريبًا أنا ما خدتش بالي، جِبته عشان أفضّي مكان في الملعب، حاجة كده. كنت عايز أضيف كان طالع لي وحش من اللي باسرِّش عليهم يعني. أوكي، جِبت الوحش ده قُلت فرصة أدمّر له ورقتين من حطّهم. على فكرة طلعوا ترابين، 2 counter trap. فكانت الحركة مفيدة. Crimson Dragon Hot Red Dragon ده لوحده آآ يcounter الinfinity حرفيًا. أوكي، عبلنش وحشه. طبعًا لسه النجيت ما كنتش استخدمته. بعد كده خلاص يعني لسه الhot red dragon ولسه عندي تدمير في الملعب ولسه عندي bestial في إيدي. فهو الراجل قال لك: "لا يا عم مع السلامة خلاص." مع إن هو المفروض لسه عنده جزء تاني من المهارة. طيب 10 win streak بالعب snake eyes. طيب لسه هاقول تقريبًا هي المهارة ظهرت. lava golem. lava golem المجموعة تقدر تلعبها بشكل صغير، ما فيهاش ولا normal summon. المجموعة حرفيًا ما فيهاش ولا normal summon. طبعًا أحيانًا بتحتاج normal summon لو أنت ساحب وحش مثلًا معيّن أنت بتسرِّش عليه. فده لو أنت بادئ أول، كده لو بادئ تاني في الغالب مش هتحتاج normal summon. فال3 lava golem كويسين مع المجموعة. وهو الlava golem وحش رخم على فكرة، وحش رخم جدًا. فخلّيني أجرّي الكومبو الطويل. أوكي، بيلعب بسافاج، حَط equip الوحش ده. ممكن مش عارف حاطّه ليه بس ما علينا. هو قال لك عشان يبقى الموضوع ما لوش علاقة بنقاط الهجوم الوحش دلوقتي يا جدعان عشان تبقوا فاهمين. أوكي، لعبت lava golem. فضّلت أعمل الحركة دي عشان أضيّع له قدرة فلامبرج من المقبرة بصراحة. بعد كده تخلّصت من السافاج عن طريق البيز بس. بالعب بقى عادي، ما عندوش حتى وحش fire يفعّل عليه قدرة وحشه. خلاص عنده ورقة خلفية آآ ما كانش يقدر يفعّلها كمان، لإنه ما عندهوش وحش. ممكن كان يبقى عنده في إيده، لو كان عنده في إيده كان قدر يفعّل قدرة الtrap ده، بس هو ما كانش عنده تقريبًا. أوكي، خلاص يعني المبارزة بقت سهلة. عنده ماسكرينا في الملعب ولا ليه أي لازمة حرفيًا. بالعب كإني بادئ أول. هنا بعتّ الفيلد. خلاص كده هانهي المبارزة. الفيلد مهم يكون عندك في الملعب عشان تقدر تعمل السينكروهات اللي في دور خصمك، فمهم يكون عندك في الملعب طبعًا. فخُد بالك من الحركة دي. أوكي، جِبت وحش من المقبرة، بنّشت وحشه. بعد كده قُلت أجيب الchaos angle، بنّشت له الماسكرينا، هاجمت ونهيت المبارزة. طيب المبارزة دي بالعب ضد البلاك وينج. جبت لك المبارزة دي ليه؟ عشان أورّيك حاجة من النوادر، حاجة من النوادر إنك تشوفها. طبعًا في إيدي الاتنين lava golem.
هتقول لي دي حاجة مش دايما بتحصل. هقول لك لا، انا هوريك مش هقول لك اللي عمرك ما شفته، بس اللي هتشوفه يعني من النوادر جدا. فخلينا نجرب كومبو مبدئيا. طيب هنا خصم قرر يجيب وحشين بيعملوا افكت دامج، هو على الفاضي يعني. بصوا بقى السحبة، سحبت اللافا جولوم التالتة، فوداعا الملعب كله، الملعب كله. طبعا هو بلع لافا جولوم، فقال لك ايه، اجيب فيوجا، اجيب سينكرو، بحيث يعني اعوض لافا جولوم اللي بلعته. فهيبلع واحد تاني وهيبلع واحد تالت. الغريب انه ما انسحبش. يا اسطى انت قاعد ليه؟ انا لو منك هقفل اللعبه النهارده، خلاص كده. مفيش حظ وحش اكتر من كده. يعني مفيش في الدنيا حظ وحش في لعبه دول لينك اكتر من انك تبلع 3 لافا جولوم، مش في مبارزه واحده، في دور واحد يا اسطى، في دور واحد. صباح الفل يعني. اوكي، بلعب بقى عادي جدا، مبلع خصمي. هو تقريبا في حاله صدمه او في حاله شلل، فمش قادر يعمل سرندر، مش عارف. بس انا حاسس اللي هو يعني ممكن يكون مثلا جاله شلل فمش قادر يدوس سرندر، مش عارف. فخلينا نكمل. اوكي، بصراحه حركه صعبه، حركه صعبه جدا يعني. انا مش عارف لو حصلت معايا ممكن يحصل ايه، او ممكن نعمل ايه. غالبا هقفل اللعبه يعني. قلت هقول خلاص النهارده حلو قوي كده. اوكي، كيوس انجل. قلت بصراحه في ورقه مضايقاني في الملعب، قلت ابنشها، بعد كده هاجم وانهي المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد سنيك ايز. المره دي بدات اول، يا خساره، كان نفسي ابدا تاني لما بقى في ايدي لافا جولوم على طول يعني. يا رب ابدا تاني. اوكي، فول كومبو زي ما قلت لك، معاك تفاعل المهاره، اذا معاك فول كومبو. معايا اي انواع الاستدعاءات اللي انا عايزها في دور خصمي. اقدر اجيب ميرور جيد، اقدر اجيب الوحش اللي بيدمر ورقتين، اقدر اجيب اللي انا عايزه يعني. اوكي، ضفت الوحش ده للملعب، هفعل قدرته، هستدعيه، بعد كده افعل قدرته وارجعه تاني، واجيب وحش واعمل سيرش على ليفل 8. هستدعي ليفل 8 طبعا السينكرو كريمزون، بحيث اجيب الكوايزر. طبعا بالكريمزون كمان هسرش على ورقه السينكرو عشان اقدر في الاخر اجيب الوحش اللي بيعمل فيوجن بليزنج من المقبره للملعب. اوكي خلاص كده بالنسبه لي الكومبو خلاص، ما عنديش حاجه خلفيه احطها. فاذا هجيب الورقه دي اصلا قويه جدا يعني. اساسا الورقه دي لوحدها قويه جدا يعني. اي سمن خصمك هيعمله بتقدر تجيب بيستيال من المقبره للملعب. ده غير ان البانش اللي هيتعمل، اي بانش هيتعمل تقدر ترجعه للمجموعه وتسحب ورقه. فهي اصلا ورقه قويه. اوكي، لازم طبعا يكون عندك ده في الملعب، في السبيل والتراب زون. فخد بالك برضو من النقطه دي. هنا عنده دروبلت، بس عملت له النيجيت، ما بعتش وحش. هو تقريبا قال لك مش لازم ابعت وحش، انا كده كده عايز اخلص من النيجيت ده. هو تقريبا قال كده، هو ما يعرفش اللي في حاجات كتير جايه لسه. اوكي، جبت الميرور جيد. طبعا ما ينفعش اعمل حاجه في الشين عشان التراب اللي بيتحط في المقبره. اوكي، جبت وحش، بعد كده هدمره، او هضحي بيه وادمر وحش في الملعب. وبقدره الوحش اللي راح للمقبره هبعت وحش للمقبره. طبعا هو تقريبا مش عارف، كان عامل حسابه اللي هو يبدا الكومبو بطريقه، لو باظت يبداها بطريقه تاني. بيعرف يلعب بصراحه، بيلعب كويس. بنشت له الوحش بس مفيش فايده يعني. عندي استدعاءات كتير، خلاص مفيش حاجه يعملها. حط 3 اوراق خلفيه وهاجم ونهى نهى دوره. كان غلط الاستدعاء ده، لانه لو كان في حاجه يعملها، بس هو كانش فيه حاجه عموما يعملها. بس الافضل كنت اسيب الملعب فاضي عشان لو حبيت اعمل سينكرو كمان. اوكي، هدمر ورقتين. طبعا الاوراق الخلفيه مش بيتفعلوا. سنتريون، هسحب ورقه وادمر الوحش اللي في ملعبه. هو ما فيش غير وحش واحد اصلا. 7000 شين. كريمزون، اقدر اجيب الهوت ريد دراجون. كنت اقدر اجيبه في دور خصمي. وعلى فكره اصلا برضو وحش مزعج جدا ورخم قوي ضد مجموعه السنيك ايز.